مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمسهل بالعناوين. ورود برقيات تهاني بذكرى يوم الاستقلال. الإريتريون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال. تحقيق تقدم صحي مشهود في أفعبت. قتلى في هجوم للقوات الديمقراطية المسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية. ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية برواندا. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتشاورون في لشبونة. السلام عليكم ورحمة الله. بعث رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ورئيس ساحل العاج لازان واتارا ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس بولندا أندريه دودا ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة كو جونغويو ببرقيات تهاني بمناسبة الذكرى 30 لاستقلال البلاد. أعرب رئيس الجزائر عبد المجيد تبون عن الارتياح لجودة العلاقات بين إريتريا والجزائر، مؤكدا الرغبة لتعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الشقيقين. وأكد رئيس ساحل العاج الحسن واتارا على العمل لتمتين علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين. وقال رئيس بولندا أندريه دودا: نتمنى لكم التوفيق والسداد في مسيرتكم لإحلال جوار مستقر وتنمية مستدامة لإريتريا والشراكة والتعاون. وأعرب عن أمله لتفعيل اللقاءات قريبا بين إريتريا وبولندا. احتفل الإريتريون المقيمون في هولندا وبلجيكا وألمانيا بعيد الاستقلال يوم 23 من مايو بالمشاركة الذاتية والفيديو الافتراضي تحت شعار مستعدون دائما لكل الاحتمالات. ونظمت الاحتفالات بعيد الاستقلال في 6 مدن هولندية هي أمستردام وروتردام وأوتريخت وهارلم وأميرسفورت وكامين بأنشطة تعكس مضمون الاستقلال وجسامة التضحيات المقدمة من أجله، مهنئين الشعب والحكومة الإريترية وقوات الدفاع الإريترية بهذه المناسبة الجليلة ومؤكدين مجددا لرفع مستوى التصدي. وقال سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السفير ناغاسي كاسا في الرسالة التي وجهها إن احتفالات هذه السنة تنظم بشكل استثنائي من المعتاد لأسباب مفهومة، وأن الاحتفالات التي نظمها الإريتريون في كل مكان باحترام الإجراءات الاحترازية توضح عزة هذا اليوم. من جانبه أوضح رئيس لجنة الاحتفالات السيد ميكائيل تسفا مريم ومسؤول الشؤون القنصلية سيد إساق مناسي أهمية الوحدة المتينة في المرحلة الجديدة والدفع بأنشطة التنظيمات الشعبية لتنفيذ البرامج الوطنية. وجرت احتفالات مماثلة في بروكسل البلجيكية وضح فيها السفير ناغاسي كاسا تحديات ومؤامرات الفترة الماضية وإفشالها وبرامج التنمية التي تشهدها البلاد في جميع المجالات، مؤكدا تحقيق إنجازات تنموية كبيرة وإن لم تكن بالمستوى المأمول، وشكر كل المساهمين لحفاوة الاحتفال. وفي ألمانيا جرى الاحتفال يوم 22 من مايو بمشاركة المواطنين وأصدقاء إريتريا المدعوين بأنشطة وفعاليات مختلفة. وألقيت في المناسبة كلمات القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس ولدو وسكرتير لجنة الاحتفالات السيد موسى فسازين، تضمنت مهام المرحلة ودور ومشاركة المواطنين فيها. وتخللت الاحتفالات التي استمرت ل6 ساعات بالفيديو الافتراضي مناشط فنية وثقافية وعرض للصور ومسيرة 30 سنة وبرنامج الأطفال ورسائل التهاني، إضافة إلى مسيرة مشاة ومسيرة أعلام بالسيارات ورفع العلامة الإريترية في المساكن والمتاجر في ألمانيا بمناسبة ذكرى الاستقلال. واحتفل الإريتريون في جنوب السودان بعيد الاستقلال بمختلف البرامج في مدن واو وأويل وفالوج ونمولي وتوريت ورومبيك وكواجوك ويي وبنتيو وملكال.
أعلنت وزارة الصحة إن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 28 من مايو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر والجنوبي والقاشبركة أظهرت إصابة 12 مواطنا بفيروس كورونا، وأظهر 7 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، وثلاثة في شعب بإقليم شمال البحر الأحمر، وواحدة في أديبرة بإقليم القاشبركة، وواحدة في مندفرة بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي مريض كان يتلقى الرعاية الصحية في الإقليم الجنوبي. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4022، شفي منهم 3812 وتوفي 14، فيما لا يزال 196 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 28 من مايو 2021. أوضح مدير برنامج الادخار والقروض المصغرة مول بالإنابة سيد تافلا أسمرو إن البرنامج فتح 746 بنكا ريفيا خلال 25 سنة من عمره في مختلف مناطق البلاد، وقدم قروض بأكثر من 3.4 مليار نقفة لحوالي 934 ألف مواطن. وذكر إن الهدف من البرنامج الذي تأسس عام 1996 ب1.3 مليون نقفة و25 بنكا ريفيا خلق فرص القروض للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على القروض البنكية لأسباب مختلفة في الريف والبلدات والمدن، لتوظيفها بالأعمال لإيجاد مصدر الدخل وتشجيع الأعمال الخاصة. وأشار إلى عمل البرنامج في الإقليم أو في الأقاليم الستة بمستوى 22 فرعا و58 مكتبا، وإن 50% من عماله نساء. وقال إن زبائن البرنامج بلغ 67 ألفا، وإن 53% منهم من النساء، موضحا بأن أنواع القروض المقدمة هي القروض الجماعية والفردية والعمال، ويسمح القرض من 6000 إلى 150 ألف نقفة. وذكر إن المهلة المقدمة للمقترضين لإعادة الدين المستحق هي للقروض المصغرة المستخدمة للزراعة المطرية والقروض للمتاجر الصغيرة وعمال المؤسسات الحكومية من سنة إلى سنتين، موضحا بأن دفع المقترضين دينهم في أوانه يخفض الفوائد العامة بمستوى النصف. وأفاد بأن العمل جار لتقديم قروض سريعة بإدخال التقنية الحديثة وتقوية الإحصاء ونظام المعلومات وخلق مناخ عمل جذاب للعمال وتدريب القدرات البشرية وتجويد عمال التوثيق. أوضح سكان مديرية أفعبد تحقيق تقدم مشهود في الخدمات الاجتماعية عامة والمجال الصحي على وجه الخصوص. وذكر السكان إرسال العديد من المؤسسات الصحية حتى الريف النائي والوصول إلى مستوى الحصول على الخدمات الأساسية عن قرب. وقالت مسؤولة المؤسسات الصحية في مديرية أفعبد الممرضة أسرات أمينة من جانبها إن الخدمات الصحية المقدمة تتطور وتتوسع باستمرار، وإن إدخال طب الأسنان والعيون وكذلك مختبرات الفحوصات بالأشعة والكمبيوتر في مستشفى أفعبد أنهى مصاعب السفر إلى المدن الأخرى. وذكرت وصول تغطية التطعيم للأطفال نسبة 97%، ومراجعة الحوامل 90%، والولادة في المؤسسات الصحية نسبة 70%. نظمت حملة توعية موسعة في 17 ضاحية بمديرية منحيلي لتقوية أنشطة النظافة المجتمعية. أوضح مسؤول المركز الصحي في مديرية منحيلي الممرض برهة كداني إصحاح بيئة 78 قرية واستخدام 89% من الأسر للمراحيض، وأكد تنفيذ البرنامج الموضوع بنجاح لارتفاع الوعي الشعبي بمكافحة الأمراض المعدية عامة والأمراض الناتجة عن النقص النظافة البيئية. من جانبه أوضح خبير الصحة العامة في مكتب وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي سيد كيدان أسفاه إن حماية مصادر المياه من التلوث تتطلب المشاركة الواعية والاستخدام الرشيد. وذكرت المدير التنفيذي لإدارة مديرية النحيلية سيدة ترحاس فقادو إدارات الضواحي على العمل المنسق للحفاظ على الإنجازات المكتسبة وإصلاح بيئة القرى المتبقية. قام مكتب وزارة الزراعة في مديرية تسني بتوزيع أكثر من 21 ألف من الفراخ للأسر متدنية الدخل بهدف الاعتماد على الزاد اقتصاديا.
وأوضح مسؤول وحدة الثروة الحيوانية في المكتب السيد إلياس مناسي أن الفراخ قدمت ل 1222 أسرة. وذكرت الأسر الحاصلة على الفراخ أنها ستقوم بالعناية الجيدة بالفراخ التي يبلغ عمرها شهر بهدف تكاثرها والاستفادة منها في تحسين حياتها المعيشية. نتوقف سادتي مع فاصل قصير وأعود لمواصلة الأخبار. لقي 13 مدنيا مصرعهم في هجوم لمتمردي القوات الديمقراطية المسلحة في قرية كاسيما فوتوتوليا عند الطريق المؤدي إلى الحدود الأوغندية. وذكرت الإذاعة المحلية أنه جرى العثور على 13 شخصا مقيدي اليدين ومقطوعي الرأس، من بينهم حاكم قرية كاسيما وزوجته، كما عثر على طفلين يبلغان من العمر 4 أشهر وشهرين على قيد الحياة. من جانبه وصف حاكم إقليم بيني دوناتا كيبوانا الوضع في كاسيما بالمأساوي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. يشار إلى أن طريق بيني كاسيندي الاستراتيجي الذي يؤدي إلى الحدود مع أوغندا توجد به العديد من المواقع العسكرية وقاعدة لقوات حفظ السلام من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن هذا الوجود العسكري لا يمنع الهجمات. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه جاء إلى رواندا للاعتراف بمسؤولية بلاده عن الإبادة الجماعية، طالبا الصفح والمغفرة، في حين وصف الرئيس الرواندي بول كاغامي الخطاب بأنه أهم من الاعتذار. وقال ماكرون في الخطاب الذي ألقاه عند النصب التذكاري للإبادة التي وقعت عام 1994 في كيغالي إن فرنسا لم تكن متواطئة، لكنها فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة. وألقى الرئيس الفرنسي الخطاب الذي كان موضع ترقب شديد بمناسبة زيارة رسمية إلى رواندا وصفت بأنها المحطة الأخيرة في تطبيع العلاقات بين البلدين. وتأتي الزيارة بعد توتر استمر لأكثر من 25 عاما على خلفية دور فرنسا في الإبادة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 800 ألف شخص. وكانت مسألة دور فرنسا قبل وخلال الإبادة الجماعية في رواندا نقطة خلاف استمر سنوات وأدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي من عام 2006 إلى عام 2009. قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي بصدد مناقشة كيفية تنفيذ قرار يفضي إلى فرض عقوبات على بيلاروسيا تشمل قطاعات اقتصادية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لشبونة بالبرتغال التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. واعتبر جوزيب بوريل اختطاف الطائرة واحتجاز راكبين من قبل السلطات في بيلاروسيا أمرا غير مقبول على الإطلاق على حد قوله. وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات البيلاروسية، حاضا شركات الطيران الأوروبية على تجنب المجال الجوي البيلاروسي. ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لشبونة في إطار اجتماع جيمينيش نصف السنوي غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث يناقشون القضايا الراهنة التي تتمحور حول السياسة الخارجية الأوروبية. ختاما سيداتي سادتي لنشرة أخبار هذا المساء إلى حضراتكم أبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بعيد الاستقلال. الإريتريون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال. تحقيق تقدم صحي مشهود في أفعبت. قتلى في هجوم للقوات الديمقراطية المسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية. ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية برواندا. ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتشاورون في لشبونة.